سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم اختكم ربيعه الحسناويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذا الشمع الخطير 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 للتفرقه والكراهيه والشتات ديال الشمل ديال الظالم ولا ديال الظالمه اللي كرهاتك في حياتك، واللي كحلت ليك العيشه ديال حياتك. حاولوا البنات ديروها اللي يستحقها. عافاكم البنات، التقليد كيبقى عليكم. نتوما اللي طلبتوني وقلتوا لي نزلي لنا الوصفات ديال التفريقه، دائما تتقولوها ليا وما تنبغيش. ودابا ملي وليت كنزل لكم مره وصفه، عافاكم ديروها المستحق ديالها، ديروها في الحلال واللي يستاهلها، اللي ظالمك واللي اللي جرح لك قلبك واللي تعدى عليك واللي فات الحدود. حتى اللي تعدى عليك ادعيه الله، واللي فات حدو. مثلا البنات اللي عندهم رجالهم طغاو عليهم مع العشيقه ومصاحب عليها، تقدري ديريها للراجل هو العشيقه ديالو. تقدر ديرها المراه اللي بوليداتها واللي هي غيتشتت لها شملها انها تعتق راسها وديرها للراجل وصاحبته. وممكن للصحاب اللي مع راجلك اللي جارينو للشغاب وجارينو للفساد وجارينو للقمر وجارينو، يعني راجل مع راجل. ممكن يعني بزاف الحالات كاينين ديال الظلم وديال التعدي، وهما اللي ما كنبغيوهمش وحتى شي واحد ما تيبغيهم، وهما اللي تقدروا ديروا ليهم بحال هاد الوصفات هادو. المهم البنات، الوصفه راها ساهله، راها ما فيهاش مكونات اللي صعيبه. حاولوا انكم تطبقوها. تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش اللايكات والبارطاج والتعاليق الزوينه ديالكم كيف العاده. وبالنسبه للرقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. وبلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو اول حاجه تنجيبوا لهاد الوصفه؟ هاد الوصفه هذه البنات تتحتاج فقط ل7 ديال الشمعات كحلين، 7 شمعات كحل. الشمع الكحل اما دائري ولا مربع اللي لقيتو، الحجم ديالو يكون متوسط ولا صغير ما كاينش مشكل. يعني الحجم اللي لقيتو ما يكونش داك الشمع اللي كبير بزاف وطويل، لا. حاولوا البنات ديروا هاد الحجم هذا. هاد الشمع هذا انا راني خادماه. المهم البنات، هاد الشمع انا راني خادماه، عنده واحد الخدمه ديالو، انا غير هزيتو جبتو باش نوريكم، غير نوريكم به كيفاش غادي نديرو للوصفه. المهم تجيبوا البنات 7 ديال الشمعات كحل، وتجيبوا مقص، اي مقص قديم ولا جديد ما كاينش مشكل، ما عندنا غرض. كتجيبوا المقص وكتجيبوا الشمع ديالكم. يعني الشمع ما يكون لا مكتوب لا مقيوس لا والو، ما تديوش على هاد الشمع اللي عندي كيف قلت لكم البنات، غير ما حاضرش ليا الشمع اللي مازال جديد. انا جبت هذا باش نوريكم به. كتجيبوا الشمعه تتكتبوا فيها هكا، تتكتبوا الاسم ديال الشخص والاسم ديال السيده اللي هو معاها، ولا الاسم ديال الشخص اللي غتفرقوه والشخص الثاني، ولكن تتكتبوه بطريقه متفرقه. يعني الحروف ديالو تيتكتبوا بطريقه متفرقه ماشي مجموعه. مفهوم عليا البنات؟ مثلا هاد الشخص سميتو علي، كديروا حرف العين هنا وتتكحزوا شويه وديروا اللام، وتكحزوا شويه وديروا الياء. انا عطيتكم هاد السميه غير مثال، مفهوم عليا؟ اولا مثلا سميتو احمد، تديروا الالف وتكحزوا شويه وديروا الحاء، وتكحزوا وديروا الميم، وتزيدوا شويه وديروا الدال. يعني حروف متفرقه. شنو ما كان الاسم ديالو؟ حروف متفرقه. وتجيو هاد الجهه هادي تتكتبوا فيها هكا، تجيو الجهه اللي متقابله معاها. كتبنا مثلا السميه ديالو هنا، تنجيو لهاد الجهه لا وهادي يعني اللي مقابله معاها، وتتكتبوا الاسم ديالها هي، والاسم ديالها تديروه مخالف، تتبداو الاسم من التحت الفوق. هو بدينا سميتو من الفوق للتحت، كتجيو هنا كديروا سميتها من التحت الفوق. مفهوم عليا؟ مثلا سميتها هي
سارة مثلا، غير مثال. غنديرو هنا حرف السين، وغنكحزو شويه ونديرو الالف، ونزيدو شويه ونديرو الراء، ونزيدو شويه ونديرو الالف ولا التاء ولا معرفتش تيكون في الاخر. مفهوم عليا البنات؟ اسمه هو هنا بحروف متفرقه من الفوق لتحت، والجهه المقابله هنايا تندورو الشمعه، اسمها هي من التحت للفوق، يعني بالمخالفه. والكتابه بالمقص، الكتابه البنات بالمقص ماشي بشي حاجه اخرى، كتابه بالمقص. هذه الشمعه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه، السادسه، السابعه، 7 شمعات بنفس الطريقه. مفهوم البنات؟ هذه الطريقه هي اللي كتكتبوا بها الشمع، وضروري ضروري بالمقص. بالمقص تكتبوا الكتابه، وتقدروا كاع تحلوا المقص الا بغيتوا تكتبوا غير بحال هكا، يعني من الاحسن تكتبوا به هو مفتوح. والحاجه الثانيه اللي خاصها تكون هي انكم تديروا واحد المبيخره، حداكم، واحد الجميره حداكم، وتديروا فيها ملي تكونوا كتكتبوا هذه، وتديروا فيها البنات، تديروا واحد النقيطه ديال القطران. ملي تكونوا كتكتبوا ديروا واحد النقيطه ديال القطران. انايا هنايا راني دايره واحد الطريف ديال العود، حيت انا هنا راه غير تنوريكم البنات ماشي تنخدم. تديروا نقيطه ديال القطران، غير طريقه ديال القطران البنات، الغليظ ولا الرقيق ماشي مشكل. تديروا حداكم ملي تكونوا كتكتبوا هاد الاسماء. صافي البنات، كتكتبوهم في اي وقت بغيتو، ولكن تشعال اما كتشعلوهم نهار السبت، اما كتشعلوهم نهار الاربعاء، اما السبت اما الاربعاء. بغيتو تشعلوهم في النهار عندكم كيفاش ديروا في النهار، ولا ما غتكونوش في الدار، ولا المهم عاد ردوا معاهم البال وصافي. ديروهم في النهار، بغيتو ديروهم في الليل ديروهم في الليل، ولكن ما توليوش تدخلوا عليهم للطواليط. ديروهم في المرحاض، كتشعلوهم في المرحاض كاملين بيهم في مره واحده، ماشي كل نهار وحده ولا كل يومين وحده، كلهم في دقه واحده كتشعلوهم وحده حدا وحده. كتشعلوا الشمع وتخليوه دقه بطله. هاد الشمع هذا والتفريقه تتكون في ساعه، تتكون في واحد 24 ساعه تتسمعوا الخبر ديالهم. ديروها البنات في الحلال كيف تنقول لكم، كيف قلت لكم في الاول. حاولوا البنات ديروا هاد الطريقه هادي، راها ساهله. نتوما شفتوا الاسماء بحروف متفرقه، وقلت لكم الطريقه كيفاش تكتبوا بالمقص. ملي تكونوا كتكتبوا بخروا بواحد شويه، ماشي تبخروا، حطوا حداكم شويه بحال الطريقه اللي دايره انا دابا تماما. ديروا شويه ديال القطران وصافي. ونهار الاربعاء ولا نهار السبت ديروهم يشعلوا في النهار ولا في الليل وصافي. دقه بطله البنات. وهذا ما كان في هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل وعلى التتبع ديالكم. بوسه كبيره، تنحماق عليكم كاملين، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.